بتبدأ حكايتنا لما بنشوف قتال اسطوري بين اقوى اتنين من ملوك السيوف، وتشو باي بيتكلم وبيقول انت عندك المهارة انك تكون واحد من ملوك السيف، ولكن اوعى تنسى نفسك يا ولي وتنسى ان انا ابقى الامبراطور بتاع كل ملوك السيوف. وجي بيقول مش ممكن، انا تلقيت ضربة واحدة بس ومش قادر اتحرك. فعلا تشو باي هو الاقوى فينا كلنا، ولكنه يابا بيستخدم اخر تقنية عنده وهي تقنية السيف الامبراطوري، وبيقدر يوجه ضربة قاتلة لتشو باي، ولكن ده بيكون على حساب حياته. وبيقول واضح اني اخيرا خدت لقب امبراطور ملوك السيوف، ولكن شكل اللقب مش هيطول معايا وهيورثه حد من بعدي. وجي بيموت بالصلاة على النبي، ولما بيفتح عينه بيلاقي واحدة بتقول اخيرا سيدي الصغير صحي، فبيقول لها انت مين يا ولية وازاي قدرتي تطلعي جبل ملوك السيوف؟ ولكن البنت بتخاف جدا وبتقول سيدي الصغير اتلبس يا اخوانا. وبيقول كل اللي انا فاكره ان غلبت تشوباي ابن المفترية، وبعدها فقدت الوعي على طول ومعرفش ايه اللي حصل. وبعدين ايه ده وشكل المباني بقى غريب كده ليه؟ وبيحاول يمشي يابا وبيقول انا لازم ارجع لعشيرة ملوك السيوف تاني، لاني رسميا بقيت الرئيس والامبراطور بعد هزيمة تشوباي. واب الطفل بيجي وبيقول ابني ماله، ابني ماله يا جدعان في ايه؟ وجي بيقول له بقول لك يا عم النينجا انا عايز اروح جبل السيوف الله يبارك لك. وساعتها الاب بينصدم، ولكنه بيمسك الطفل وبيحضنه وبيقول ابني العزيز عبقري، ابني بيتكلم وهو في السن الصغير ده. والمساعد بتاعه بيقول له ابنك هو الاسطوره القادمه يا عم الحاج بالصلاه على النبي. وساعتها بنعرف ان تقنيه جي عملت فتحه في نسيج الزمان والمكان بالصلاه على النبي، ونقلته يابا لعالم تاني، ولكن في جسم طفل عنده 6 شهور. والكل في عيله تشانج بيكون بيحب الطفل دوت جدا، وبيقولوا عليه الاسطوره القادمه. وجي قضى طفولته في البحث عن طريقه يرجع بيها تاني، لحد يابا لما بيجي يوم الاختبار بتاع الروح، وده اختبار بيحدد مقدار قوه الشخص وهل هو قادر على استخدام القوه الروحيه ولا لا بالصلاه على النبي. وجي بيقول اكيد قوتها تبهرهم وتخليهم يتنحوا بالصلاه على النبي، وبيقيس قوته يابا والكاهن بيكون هيقول النتيجه. وجي بيقول له مش محتاج تتكلم يا عم الكاهن، اكيد معناها ان الاكثر روعه في العالم ده كله. فبيقول له لا يا اخويا، معناها انك مش بتعرف تستخدم القوه الروحيه اصلا. اقول لك على حاجه، دي معناها ان طاقتك بالسالب يا عم جي. فبيقول له ايه ده ازاي يا عم قول كلام غير ده، ابويا هيطلق امي وهنتفضح الله يبارك لك. والاب بيقول اكيد الاختبار ده فيه حاجه، انا ابني عبقري واتكلم وهو عنده 6 شهور بس. وبيبقى واضح ان الزوجه التانيه لابو جي مبسوطه جدا، والكاهن بيعيد الاختبار باستخدام تقنيه العين المقدسه بالصلاه على النبي، ولكن بيقول له بص يا جي النتيجه برضو زي ما هي. والزوجه التانيه بتقول اتفرجوا على جي اللي الكل قال عليه عبقري، طلع فاشل وحتى ما عندوش طاقه روحيه. والزوجه التانيه بتكلم ابو جي اللي هو يبقى رئيس العيله، وبتقول له انت لازم تطرده هو وامه، ايه اللي زي دولت هيلوثوا سمعتنا. وجي بيبقى متضايق جدا من مرات ابوه اللي بتستغل الفرصه عشان خاطر تطرد امه من القصر، وبيقول ازاي الاختبار ما قراش القوه الروحيه بتاعتي، وبيقول ازاي دي تبقى نتيجه الاختبار، ده انا بعرف استخدم القوه الروحيه بكل سهوله، اكيد في حاجه غلط. والزوجه التانيه اللي اسمها ليلي بتكلم ام جي وبتقول لها معلش ابنك معاق وفاشل، انا عارفه انه احساس صعب عليكي، ولكن ابني انا هو اللي هيبقى رئيس العيله. وساعتها الاب بيأمر ان نص ممتلكات ام جي تتسحب منها، ومش بس كده دي هتقعد في غرفه بره القصر. والله العظيم الزوجه التانيه ديت حربايه، ربنا ينتقم منك يا بعيده، يا رب ابنك يتشفط في قعده الحمام ما تعرفوا تطلعوه، يا رب يجيلك تسلخات ما تلاقي لها علاج ابدا. وساعتها جي بيروح لامه وبيقول لها معلش يا امي انا اسف ابنك طلع فاشل ومش بيعرف يستخدم القوه المقدسه. فبتقول له ايه يعني يا جي، اكيد انت عندك مواهب تانيه كتير، انا واثقه فيك يا جي، امك هنا يا جي ما تخافش، ومش هسمح لاي حد في الدنيا انه يتنمر على صغيري جي. وجي بيقول لها انا مش هسكت يا امي الا لما ارجع لك كرامتك تاني. وبينتقل المشهد لجي لما بقى عنده 7 سنين بالصلاه على النبي، وكان مقضي يابا كل وقته في القرايه والتعلم، لدرجه انه قرا كل كتب المملكه بالصلاه على النبي. وبيقول انا كده اتعلمت كل فنون القتال في العالم ده، ودلوقتي هجربها واقارنها بفن السيف من العالم بتاعي. وبالفعل بيكون اتقن فنون القتال والطاقه الروحيه في العالم دوت بالصلاه على النبي، ولكن فن السيف مازال اقوى منها. وبيقول يا لهوي انا اتاخرت لازم ارجع احسن امي تظبطني، فن الشبشب بتاع امي اقوى من اي حاجه وانا مش ناقص. وبيرجع وامه بتقول له انا عارفه ان احنا بقينا فقراء يا ولا، ومش بناكل غير الخضار بس، وممنوعين من اكل جميع انواع اللحوم والمخبوزات والالبان، حتى البيض ممنوعين من اكله، ولكن لازم تتعلم يا جي ازاي تحول الصعوبات
صعوبات لنجاح، والخيار دوت ممكن نعمله ماسك وهيبقى مفيد للبشره. وجي بيقول لها عليا النعمه، انت اكتر ام كيوت في الدنيا كلها. انا مش عارف بس ابويا اتعمى ولا حد خبطه في دماغه، ازاي يتجوز عليكي يا قمر انت؟ بتقول له اه صحيح فكرتني، انا سمعت ان ابوك اشترى لمراته التانيه مكياج غالي جدا وسبب ليها تورم في وشها. المهم امسك بقى يا جي كتكوتي الورقه ديت كاتبالك فيها اسامي كتب بالصلاه على النبي، عاوزاك تقراها كلها وهمتحنك فيها النهارده بالليل. والام بتقول له ذاكر يا حبيبي عشان تطلع دكتور مهندس ظابط محاسب تمسك الشغل بتاع ابوك، ومخطط واستراتيجي بتحط استراتيجيات للحرب بالصلاه على النبي. فبيقول لها مش عاوزين اطلع طيار بالمره ياما. فبتقول له يا ريت يا حبيبي لو وقتك يسمح ما عنديش مشكله. وجي بيقول هو يوم اسود من اوله. وجي بيقول امي حتى الان ما تعرفش ان انا قريت كل الكتب اللي في المملكه وحفظت اللي فيها واتقنت كمان الطاقه السحريه من المستوى المتقدم. انا خايف اقول لها كده تقوم بايعه كل حاجه تمتلكها عشان خاطر تشتري لي كتب من بره المملكه، الاحسن اخبي عليها لاننا اصلا فقراء وابويا خد نص ممتلكات امي بسبب مرات ابويا ربنا ينتقم منها. وبيروح يتمشى للمكتبه ولكنه بيشم ريحه اكل حلو جدا، والريحه ديت بتبقى جايه من مطبخ القصر بتاع ابوه. وبيقول لما اروح اخد حته لحمه لامي الغلبانه ديت بقالها كتير ما كلتش لحمه. وبالفعل بياخد حته لحمه وبيكون فرحان جدا انه هياكل امه لحمه اخيرا. ولكن الطباخ بيقول له الاكل دوت مش للحساله اللي زيك انت وامك يا جي، الكلاب بتاعتنا اهم منكم وهنديها الاكل ده. وجي بيقول له انت ازاي تقول كده على امي، هات اللحمه بقولك. والطباخين بيقولوا معلش احنا نسينا ان امك وانت اتطردتوا من القصر ومش مسموح ليكوا تاكلوا غير الخضروات وبس. وجي بيقول لهم انتوا هتندموا على كلامكم دوت ولا انت وهو. وساعتها الطباخ بيرمي الاكل على الارض وبيقول لجي لو عاوز تاكل امك وطي هات الاكل من على الارض يا جي. وساعتها جي بينهال عليه بالضرب وبيقول له انا مش هسمح لك ولي، مش هسمح لك تغلط في امي وفي اكتر من كده ولي. وبينهال عليه بالضرب وبيعمل معاه الهونجا بونجا. وساعتها الكل بيتصدم ازاي الامير اللي عنده 7 سنين بس واللي اصلا ما بيعرفش يستخدم الطاقه الروحيه قدر يهزم رئيس الطباخين بضربه واحده. وجي بيقول له لو غلطت تاني انا هخلص عليك. والكل بيقول معقوله ده المعاق اللي سقط في الاختبار. وجي بيكون بيتمشى وبيشوف اخوه التاني زويا واللي بيكون ابن زوجة ابوه اللي طردتهم من القصر. واخوه دوت بيكون بيتمرن يابا ولكن واضح انه بيبقى مدلل ومش عارف يتمرن خالص. وجي بيقول هو اخويا فاكر ان رقصه الضفدعه المتطلقه ديت تدريب؟ انا ماشي انا عينيا مش قادره تشوف القرف اللي بيعمله ده، كويس اللي احنا مشينا من القصر ده، انا عينيا مش قادره تستحمل البيبي اللي هو بيعمله ده. ولكن ساعتها زويا بيشوف جي وبيقول لما نادي على الضعيف دوت واقول له تعالى نتدرب سوا واقعد اضرب فيه واتسلى عليه. وبيقول له تعالى يا جي تعالى يا حبيبي اتمرن معايا وهديك شوكولاته. وجي بيقول في سر وحياة امك انا اللي هديك في خدودك ديت بس اصبر عليا. وزي بيقول له ما تخافش احنا نتدرب سوا ومش هضربك جامد يا جي، انت اخويا برضه في الاول وفي الاخر. وجي بيفتكر ان ليلي ام زويا هي السبب في طرد امه من القصر وانها تتحرم من كل حاجه، فبيقرر يستغل الفرصه ويلقنه درس عمره ما ينساه. وزويا عشان يخوف جي بيقول له انا هستخدم الفاس. وجي بيقول له وانا هستخدم غصن الشجره يا عم زويا. وبيقول في سره انا لو استخدمت سيف ممكن يموت في ايديا، وحتى لو استخدمت ايديا العاريه بدون سلاح ممكن يموت في ايديا برضه، وغصن الشجره هو اضعف حاجه قاتل بيها. وزويا بيبدا الهجوم بكل قوته ولكن على مين يا عم الحاج؟ جي بيتفادى الهجمه بكل سهوله. وجي بيجرب ينقل جزء من الطاقه بتاعته للغصن بتاع الشجره وبالفعل بينجح في كده، ولكنه مش بيخلي الغصن يلمس زويا لان لو الغصن لمسه كان هيقطع رقبته. وزويا بيقول له ايه ده انت اكيد بتغش، انت اكيد معاك اداه سحريه. وجي بيقول له طب تعالى يا عم نلعب جوله كمان، ولا انت بقى خايف تخسر يا زويا فمش هتلعب جوله كمان؟ فبيقول له لا انا موافق بس وريني غصن الشجره اتاكد انك مش حاطط فيه اداه سحريه. ولكن اول ما جي بيديهوله زويا بيحدف غصن الشجره بعيد يابا، وابن الغداره بيغدر بجي وبيهجم عليه بالفاس بكل قوته. وجي بيقول له طول عمرك انت وامك يا غدارين ولاد غداره، وبيستخدم يابا فن السيف الاسطوري. وساعتها بيقدر يحرك غصن الشجره من بعيد بسلته على النبي وبيضرب بيه زويا يابا. وزويا بيتعور وبيقول له والله لا اقول لابويا وربنا لا اقول لابويا وهخليه يطردك انت وامك اللي عامله فيها غلبانه من المملكه كلها. وجي بيعتذر له ولكن الهاله بتاعته بتبقى مرعبه جدا بالرغم من انه بيعتذر بس وحتى مش عاوز يهاجمه. ولكن زويا بيخاف من الهاله بتاعته وبيجري. وجي بيزعل جدا لان امه كده هتطرد من المملكه بسببه. وبنشوف ان زويا وامه ليلي عمالين يسلطوا تشانج على جي وامه وبيقولوا له لازم تطردهم يا تشانج يا اخويا، دول ناس حقوده وحاولوا يقتلوا ابنك زويا. ومش بس كده عزيزي، ده الخدم اللي اتضربوا من جي هم كمان بيقولوا ده ضربنا يا عم تشانج، لا ابنك دوت يا عم تشانج بقى خارج السيطره انت لازم تطرده. والاب بيقول انتوا عاوزين تقولوا لي ان جي اللي عنده 7 سنين بس وحتى ما بيعرفش يستخدم
السحر، غلب 2 من الخدم في المستوى الثالث بالصلاة على النبي. لو مش بس كده ده غلب اخوه الكبير اللي كان ماسك فاس في ايده. ايه الكلام اللي انت بتقولوه يا ولي انت وهو ده يا ولي؟ انتوا عاوزين اصدق الكلام دوت ازاي يا ولي انت وهو يا ولي؟ وواحد من الكهنه بيتكلم وبيقول له شكل في حاجه غريبه في ابنك جي يا سيدي تشانج. وساعتها بتوصل ام جي وبتقول انا مش معترضه لو طردتني يا عم تشانج انا وابني من المملكه، ولكن ابنك مش غلطان على فكره. وفي حاجه هقولها لك انت ما تعرفهاش يا تشانج، ان انت لما بتكون في الشغل ومش في البيت بتيجي ليلي وبتضايق جي وبتقعد تتريق عليه. ومش بس كده يا عم تشانج، دي بتوصي الطباخين والخدم يتريقوا عليا انا وابني. والاب بيقول ده انتوا ليلتكوا سودا يا ولي انت وهو ولي، مش كون ان انا طردت ابني من القصر فده معناه ان انا بكرهه او مش عاوزه يا ولي. لا انا عملت كده عشان خاطر يبقى راجل كده ويخشن، ومش هسمح لاي حد في الدنيا يضايقه او يجي على ابني بكلمه. والله ابو جي دوت راجل جدع على الرغم انه نسوانجي ومتجوز 2 بس جدع والله. والاب بيقول تعالى معايا يا جي انت والولا زويا هنروح المعبد المقدس تاني يا ولاد. فيا ترى ايه اللي هيحصل في المعبد المقدس عزيزي المشاهد؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه يابا. فانزل اعمل لايك بسرعه عشان افهم ان الانمي عجبكم واكمل فيه، واشترك في القناه عشان اول ما الحلقات الجديده تنزل توصلك اول واحد بالصلاة على النبي. ولو انت بقى جامد جموده شير الفيديو على صفحتك على الفيسبوك او لزمايلك على الواتساب يابا. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور وبس كده سلام. 白い家だライオン真のエスカノール